اهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن اسماعيل، فرقه الاهلي بقت مرعبه. فرقه جامده جدا طبعا. ايه طب وايه المشكله؟ المشكله في ايه؟ طب ما كانت جامده جدا وخدنا كاس سوبر وخدنا كاس مصر. مش الفرقه دي؟ لا مش الفرقه دي، ده ما شاء الله. انتظر التدعيمات بتاعتنا. فرقه الاهلي تخوف؟ لا فرقه جامده. سؤالي، فرقه الاهلي تخوف مين؟ تخوف الزمالك؟ لا ماتشات اهلي وزمالك بالذات ما تحطهاش في حساباتك. كابتن شريف، محتاج راي منك. الفرقه دي ما تخوفش الزمالك؟ تخوف اي حد طبعا. الفرقه دي محليا السنه الجايه افريقيا المفروض على اللعيبه الموجوده دي والاداره اللي جهزت الدنيا دي كلها. حقيقه طبعا لا امور صعب على اي فرقه. بس برضه الفرقه دي تخوف بيراميدز. الفرقه دي تهز اي حد موجود في الساحه. الزمالك لازم زي ما كنا بنتكلم على شيكابالا عشان يبقى موجود لازم نجيب له مدافع ونجيب له ناس تجري معاه ونعمل مباراه الاهلي والزمالك احنا متفقين بره الحسابات يعني. بره الحقيقه. اصل انا ما بتكلمش على ناس، ما بتكلمش على مباراه الزمالك وناس هتدعم. لا بكلمك على فرقه يعني. انا ما بتكلمش على فرقه جامده. انا ما بتكلمش على مباراه القمه. انا بتكلم على شكل الفريق ده. اتغير تماما. خدت بالك لشكل افضل بكتير قوي بقى. بس في نقط ضعف يا كابتن. ده انت ايه زي ولا عندنا نقط ضعف ولا حاجه ولا تقول لي ديفندرز ولا تقول لي ديفندرز ولا حاجه. نص الملعب اللي عندك دلوقتي مصر كلها اسماعيل، نص الملعب اللي عندك يمنع اي زيارات للدفاع بتاعك. ما حدش يفرح ويقعد يستفز في الناس زي ما بتعملوا كل سنة من طريقة وتحفيل، ولا يفتكر إنه جاب التيهة. فترة الانتقالات لسه قدامها شهرين يعني أي إدارة محترمة تبني فيهم فريقين. هي الخيبة بسمش موجودة غير في النادي الأهلي. أهلي محمود الخطيب احتياجات الفريق تيجي بعديها بسنين على بال ما يفهم. إنما أي فريق محترم يبني فرقتين في الشهرين اللي فاضلين، شهر 7 وشهر 8. وزي ما شفنا الزمالك كان واقع، بنى فريق وكسب السوبر الإفريقي وتعادل معاك في كل المواجهات وكل البطولات. ده غير بيراميدز اللي بقي بطل دوري الأبطال على حساب أورلاندو بايرتس وصن داونز اللي شفناه في كأس العالم، ولي بقاله 4 سنين متفوق عليك. وبالمناسبة زي ما فرق السعودية والهلال اللي معرضين الإدارة عايزين الجماهير تقول إيش جاب لي جب، زي ما فرق السعودية مدعومة من صندوق الاستثمار السعودي، بيراميدز كمان بيدخله 20 مليون دولار كل سنة من صندوق الاستثمار الإماراتي. فاللي عايز يوطي قدام الهلال علشان الفلوس إيش جاب لي جب. أتفضل وطي بقي، بس اقلع الشرط الأول قدام بيراميدز. المهم ما حدش يحفل ويستفز الزمالك ولا غير الزمالك علشان في الآخر بيطلع على عينيكم لما تبقى. تعرف تبقى راجل في الملعب، ما تكسكسش وتكسب السوبر الإفريقي وتنزل في الدوري ترزعهم بال5 وال6. ساعتها ابقى حفل براحتك. ضرب من العته والجنون والغباء وكل شيء سيء أن فريقا يبقى ساقط ابتدائية ليل نهار يسخر من فريق أخذ الثانوية العامة وراح الجامعة علشان قال إيه؟ مجموعه ما جابش طب، على اعتبار أن دور 16 في كأس العالم هو كلية الطب. المفروض أن جمهور الأهلي ما يتجرش وراهم ويقعد بقي يردد الكلام زي الببغاوات ورا خدامين الإدارة على السوشيال ميديا. المفروض جمهور الأهلي لا يلتفت إليهم أساسا. على أقصى تقدير يطلب لهم الإسعاف أو يديهم رقم مستشفى المجانين زي ما شفنا في الإعلان. لكن اللي المفروض جمهور النادي الأهلي يعمله اللي هو أهل النادي اللي ما جابش مجموعة طب هو أنه يمسك النادي يده نقد ويسأل ويحاسب. أنت ليه ما جبتش مجموعة كلية الطب؟ والإجابة معروفة، رئيس نادي دون المستوى اللي المفروض يحصل النهار ده بيحصل بعديها ب2 وساعتها بنبقى محتاجين لحاجات جديدة فتحصل برضو بعديها ب2. الموضوع باختصار إن الصفقات جت متأخرة جدا والمدرب جه متأخر جدا جدا جدا. التجميعة دي كلها محتاجة وقت علشان يحصل تفاهم وتجانس ويهضم النظام الجديد، إن كان في اللعب ولا في التدريب ولا المفروض الكلام ده كان يحصل وأن بتستعد للموسم من سنة
الخطيب مشى بصديع علينا كل حاجة. السوبر الإفريقي، نهائي كأس العالم للقارة، دوري أبطال أفريقيا. الكأس اللي كله ده راح للزمالك وبيراميدز. لا، ده كمان عرض التجربة والصفقات والمدرب للوقت في المهد. عرفتم يعني ايه مشكلة الأهلي في محمود الخطيب؟ عرفتم يعني ايه الأهلي محتاج رئيس أذكى من كده؟ لو لاحظتم الزملكاوي بيقول وإيه المشكلة؟ كانت فرقة جامدة جدا، وأخذنا كأس السوبر، وأخذنا كأس مصر، ابتدوها من دلوقتي، فما بالك بقي بعد 10 سنين. الزمالك أخذ كأس مصر، ما حد شاف أقر ولا قال ولا رد عليه وقال له الأهلي ما كانش في البطولة. ما ينفعش الأهلي ينسحب. انسحاب الأهلي من أي بطولة جريمة تضاف على جرائم الخطيب التي لا تعد ولا تحصى في النادي الأهلي. وعلشان النادي الأهلي ما يبقاش سوسا وينسحب، لازم القائمة تبقى متقسمة. أفضل لعيبة اللي عندك اللعيبة الأجهز تبقى هي اللي بتلعب المباريات الكبيرة والمباريات الصعبة والبطولات الأهم، زي كأس العالم، زي دوري أبطال إفريقيا، زي السوبر الإفريقي، زي السوبر المصري، وزي كل مباراة كبيرة في الدوري والكأس. إنما فيه مباريات تانية أقل صعوبة قدام فرق أقل صعوبة. المفروض إنك ما عندكش لعيبة في قائمتك درجة تانية. أي لعيب عندك يقدر يكسب أي حد. المفروض مجموعة اللعيبة اللي ما بتشاركش كأساسيين تاخذ المباريات دي وتشارك فيها وتبقى مسؤولة عنها. يقوم ما حدش مستواه ينزل، واللي راجع من إصابة أو مستواه ما كانش أحسن حاجة يستعيد فورمته تاني. ولازم الإدارة تشتغل باستمرار، مش تجيب صفقات وتروح تنام. حراسة المرم مصطفى شوبير، واحتياطي له محمد سيحة باك شمال، حد بإمكانيات محمد عبد الوهاب الله يرحمه. واحتياطي له كريم دبيس باك يمين، كريم فؤاد، ومعاه حد بإمكانيات محمد الشيبي أو محمد الشيبي نفسه. قلبي دفاع أشرف داري وياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش. وكان المفروض محمد عبد المنعم ما يمشيش. وسط الملعب إمام عاشور، اليوديانج، محمد علي بن رمضان، مروان عطية، أحمد رضا، وأحمد نبيل كوكا. الهجوم ناحية الشمال محمود حسن تريزيجي، أشرف بن شرقي، أحمد عبد القادر. ناحية اليمين أحمد السيد زيزو، رضا سليم. وفي الهجوم وسام أبو علي وفيستون ميلي وجراديشر. دي تبقى مجموعة الفريق الأول. أما مجموعة الفريق الثاني فيبقى محمد الشناوي في حراسة المرم، واحتياطي له مصطفى مخلوف باك شمال، محمد شكري وواحد تحت السن باك يمين، محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد في قلب الدفاع. تشتري 2 مدافعين على أعلى مستوى من الدوري جنب خالد عبد الفتاح ومعتز محمد، وأولادك من قطاع الناشئين. تطلع في خط الوسط تلعب بعمر الساعي وبكريم نيدفيد، ما يخرجوش إعارة ولا بيع، محتاجهم يا ابن العبيطة. وتلعب بصانع العاب ما بيدافعش، اسمه محمد مجدي قفشة. وناحية الشمال حسين شحات وكهربا، وناحية اليمين طاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله. وفي الهجوم أسد الحملاوي وحمزة عبد الكريم، وممكن تضيف محمد شريف كمان. فريق يليق بالنادي الأهلي، يلعب باستمرار في الدوري وفي الكأس، والفريق الأول مسؤول عن مبارياته في دوري أبطال إفريقيا وفي الدوري. تقوم الإصابات تقل، واللعيبة كلها تشارك وتبقى مرضية وتبقى في أعلى جاهزية، مش تنسحب يا سوسن وتلبسين طرح. الناس في الناس يعني انت شايف ان الفروقات ما بين الاهلي كبيره جدا. هو الكابتن طبعا بيتكلم. بص الماتشات دي المواجهه ملهاش حسابات، لكن الفوارق كبيره جدا دلوقتي ما بين الفرقه هنا والسكواد ده هنا والسكواد ده على الورق. دور على نادي الزمالك مع الفرق الثانيه، سيبك من النادي الاهلي. وحسيت ان ما حصلش سبورت لمحمد هاني في الملعب، واتثبت له الحكايه شويه، ضغط عليه جامد جدا. على فترات كان بيحاول يأدي الحقيقة، ولكن الأمور كانت صعبة عليه جدا. فبتمنى له إن المدرب الجديد ده نفهم بس محمد هاني مطلوب منه إيه، ديفندر ولا هيبقى ديفندر ومساك عجبك المدرب الجديد ده؟ اللعيبة هي اللي بتعمل المدربين. عجبك المدرب الجديد ده؟ اللعيبة هي اللي بتعمل المدربين.
كده الفرقه اللي معاه دي ده فرقه السؤال هروب من السؤال، ايه؟ هروب من السؤال. كابتن لا، هو وطبعا جاوب. محمد بن رمضان. لا، هو جاوب. يعني طبعا يعني طيب كابتن شريف بشكرك شكرا.